في عالم كرة القدم تكتب الفصول بحبر العرق والدموع، ويعيش اللاعبون لحظات المجد والتحدي حتى يأتي ذلك اليوم الذي يقف فيه الزمن ليعلن نهاية قصة بطولية. اليوم نودع أحد أعظم من لمس الكرة بقدميه الذهبيتين، توني كروس، الذي قرر أن يسدل الستارة على مسيرته المليئة بالإبداع والعطاء، تاركا وراءه فراغا كبيرا في قلوب المشجعين والملاعب. توني كروس المايسترو الذي أدار وسط الملعب بمهارة فريدة، كان دائما يعرف كيف يجعل الكرة تتحدث لغته الخاصة. في كل مرة يلمس فيها الكرة كان يصنع سيمفونية متناغمة يدهش بها عشاق الساحرة المستديرة ويرهب بها خصومه. من بايرن ميونخ إلى ريال مدريد كان قطعة أساسية في أحجية الانتصارات. في الليالي الأوروبية الباردة كان يقف شامخا يمطر الملعب بتمريرات ساحرة ويسكت أصوات الجماهير المحتشدة بتسديداته القاتلة. حقق مع ريال مدريد أمجادا لن تنسى، لكن اليوم قرر كروس أن يعلق حذاءه ويترك الملاعب، تاركا خلفه إرثا لن يمحى. ليس من السهل أن نتخيل ملعب سانتياغو برنابيو بدون تلك التمريرات السحرية ولا تلك اللحظات التي كان فيها كروس يسيطر على إيقاع المباراة كقائد أوركسترا. لقد قرر أن يتراجل عن صهوة المجد وهو في قمة عطائه، ليبقى في ذاكرة الجماهير كما عرفوه أسطورة لن تنسى.